ننتقل إلى قول الجزري كذا قل بئس ما. انظروا ماذا قال إمامنا الجزري، لاحظوا اللوحة. قال وكل ما سألتموه واختلف ردوا، ثم قال كذا قل بئس ما. يعني كما أن المصاحف اختلفت في كل ما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، كذلك اختلفت المصاحف في قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين في سورة البقرة، والعمل على وصله. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، بئس ما كالكلمة الواحدة. واختلف ردوا كذا قل بئس ما. ما معنى كذا؟ يعني اختلف في قل بئس ما، وقيد بئس ما بمجيء قل قبلها. قل بئس ما كذا قل بئس ما، ولم تأتي قل قبل بئس ما إلا في سورة البقرة في الآية 93 كما بينت لكم في اللوحة. ثم قال رحمه الله والوصل صف خلفتموني. انظروا إلى اللوحة، والوصل صف خلفتموني. كان عم يتكلم على اقطعوا وبعدين تكلم على اختلف، الآن عم يتكلم على الموصول. والوصل صف يعني صف الموضع الذي سأذكره لك بأنه موصول. والوصل صف خلفتموني. خلفتموني يعني قوله تعالى بئس ما خلفتموني من بعدي. هذا الموضع موصول، وهو في الأعراف الآية 150. ثم قال رحمه الله واشتروا، يعني قوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم في سورة البقرة الآية 90. إذن صار عندي بئس ما موضع مختلف فيه وهو في البقرة، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وموضعان متفق على وصلهما، بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وبئس ما اشتروا به أنفسهم في البقرة. موضع مختلف فيه وموضعان متفق على وصلهما، وما عدا هذه الثلاثة فمقطوع. بئس ما تجد بئس لوحدها وما لوحدها.